تخيل معايا كوباية المية اللي بتشربها كل يوم، شكلها بيبقى حاجة عادية جدا، بس جسمك من جوه بيتعامل معاها بطريقتين مختلفتين تماما. في فرق ما بين تشرب مية وانت قاعد وانت واقف. اولا، لما تشرب المية وانت قاعد، اول ما المية تنزل بهدوء وانت مرتاح، عضلات جسمك بتكون في وضع استرخاء، والجهاز الهضمي يقولك تمام كده نعرف نشتغل براحتنا، والمية تعدي في مسارها الطبيعي، والكلى تبدأ تصفيها وتنظمها واحدة واحدة. مفيش استعجال، مفيش ضغط، كله ماشي بهدوء كمان. وانت قاعد التنفس بيكون أهدى، ففرصة إن المية تدخل في مجرى غلط بتقل جدا. والأهم، الجهاز العصبي نفسه بيكون في وضع هدوء، يعني جسمك كله مستعد يستقبل المية ويستفيد منها. طيب ايه اللي بيحصل لما تشرب المية وانت واقف؟ المية بتنزل بسرعة أكتر وتوصل للمعدة بشكل مفاجئ شوية، زي حد خبط على الباب ودخل قبل ما تاخد بالك. الجسم ساعتها ما بيكونش في وضع الاسترخاء الكامل، العضلات مشدودة نسبيًا، والهضم مش في أفضل حالاته، والسوائل بتعدي أسرع، فالجسم ما يلحقش يتعامل معاها بنفس الهدوء والتنظيم. في ناس كمان بتشتكي بعدها من إحساس بعدم الراحة في المعدة أو انتفاخ خفيف، خصوصًا لو شربوا كمية كبيرة مرة واحدة. وبعض الآراء بتقول إن تكرار الشرب وأنت واقف ممكن يأثر على توازن السوائل في جسمك، وده أحيانًا يرتبط بإحساس بألم في المفاصل. بس خلينا واقعيين، المَيّة مفيدة في كل الأحوال، واقف أو قاعد، أنت لسه بتدّي جسمك حاجة هو محتاجها. لكن لو عندك اختيار، الجلوس زائد الشرب بهدوء يدّي جسمك فرصة يستفيد بأفضل شكل. ولو مضطر تشرب وأنت واقف، اشرب على مهلك بُق صغير وسيبه ينزل واحدة واحدة. في الآخر الفرق مش في تشرب والّا لأ، الفرق في إزاي تشرب. قُل لي بقى، أنت غالبًا بتشرب المَيّة أنت واقف والّا أنت وقاعد يا صديقي؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار.